وان زي الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتطلب مني كتير ان انا اعمل طريقة تقطيع الكرنبة وحشوها، ويعني محشي ايه كرنب. فهقطع لكم طريقة تقطيع الكرنبة بطريقة حلوة. في بيقطعوها بالطريقة دي ان هم يقطعوا كده 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 وهي متقفلة. لا، انا ما بحبش الحركة دي، لان احنا هنا بيبقى في ما بين الورق دود احيانا، مش كل مره، ولكن احيانا كتير بتلاقي جوه الكرنبايه في دوده راقده. فما بحبش انا تقطيع الكروهات دي، بتبقى مش حلوه. فانا لازم بعمل ايه؟ بعمل ورقه ورقه كده اهو بالشكل دوت. طبعا الاخضر لو ما بتحبهوش بترميه، بتحبيه بتحشيه. اوكي. انا طبعا ولادي بيموتوا فيه فمش برميه. اللي زي دي طبعا بتترمي، ما فيهاش ورقه كده. بقطع كده اهو بالشكل دوت. افضل بقى اقطع فيها لحد ما تخلص معايا. احط الورق الاخضر مع بعضه والابيض مع بعضه، علشان بحط الابيض الاول في ميه السلق، وبعد كده اخر حاجه بحطها الابيض. اوكي. هكمل وارجع لكم تاني. اما بوصل بقى للحته دي حبايبي بعمل ايه؟ بعمل كده داير ما يدور كده، واقوم شايل الراس بالشكل دوت، وابتدي ايه اجمع بقى الورق الابيض مع بعضه بالشكل دوت. بتفك معايا بسهوله بقى طالما انا شلت الراس. حتى لو ما اتفكتش بعمل كده بتفك بكل سهوله كده لحد ما اخلص الكرنبايه خالص، واحط الابيض مع بعضه والاخضر مع بعضه، وهنروح سوا نسلق الكرنب. اهو يا حبايبي قطعت الورق بالشكل دوت اهوت. ده الورق الابيض حطيته لوحده عشان بنزل بيه في الميه الاول، واخدين بالكم؟ وبعد كده بنزل اخر حاجه بالميه بالكرنب بالورق الاخضر شويه. اوكي. اكون محضره مصفى اصفي فيها الورق اللي هطلعه، وهنا جبت حله بستنى الميه تغلي بالشكل دوت اهوت، وبكون حاطه فيها كمون وملح فقط لا غير. ماشي. الميه بتاعت الغليه بحط كمون وملح. اوكي. وابتدي انزل بالكرنب واحده واحده كده اهو، على قد مساحه الحله اللي انتي عاملاها. اوكي بالشكل دوت. واسقط كده اهو لحد ما الاقي الورقه طريت كده معايا. اوريكم في الورقتين دول، وبعد كده هكمل انا وارجع لكم تاني. اوكي. فسقط الورق كله كده في الميه بالشكل دوت اهو يا حبايبي بالشكل دوت. الورقه طريت، بصوا بقت حلوه واستوت. لازم اطمن ان الورقه استوت. اوكي. واقوم نشلاها من الميه بالشكل دوت، واصفي الميه خالص اهو كده، واقوم حطها في مصفى وتحتها طبق. اوكي. اقول لكم معلومه، بيبقى فيه ورق كرنب كرنب في السوق بيبقى اسمه بط. البط دوت ما بيقعدش كتير زي الورق البلدي. اوكي. انت تسألي البياع دي كرنب بط ولا لا، انت وحظك ممكن يكذب عليك. هكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. كده انا سلقت الورق كله اهو زي ما انتم شايفين. هنعرف بقى ازاي بنقطع الورقيه بطريقه سهله خالص. بشيل العرق ده كده اهوت كده اهو، والعروق ما برميهاش طبعا عشان بخللها بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. اوكي. واقوم ماسكه الورقه كده. بصوا بطبقها ازاي اهو، بعد ما شلت العرق منها بطبقها كده، واخدها من الحته الطويله ديت واطبق الف كده 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 اهي.
سهلة سهلة خالص. اقوم عاملة ايه؟ اقوم عاملة كده اهو. الورقة الكبيرة بعملها على 3 والصغيرة بعملها على 2. دي انا وريتها لكم عشان كبيرة بعملها على 3. هوريكم ورقة تانية على 2 مثلا زي دي اهي. ورقة صغيرة اهي زي ديت هضطر اعملها على 2. بشيل العرق بالشكل ده كده اهو. اوكي، واقوم لفة اهو كده. دي طلعت طويلة فهنعملها برضو على 3 كده كده. ماشي، استنى اجيب لكم ورقة صغيرة. طيب عموما الورقة اللي ايه بتبقى صغيرة مثلا كده بتتعمل على 2 أو 1. الورقة الصغيرة اوي زي دي بصوا اهي كده. وبعمل ايه بقى؟ خدوا بالكم الورقة الصغيرة دي عشان ما بهدلش الورق، خسارة عشان يرمي معايا ورق. وايه اهو، ادي ورقتين وادي ورقة كده بالشكل ده. بعد كده هعمل ايه بقى؟ بصوا عشان ايه اقسمها بقى كده 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 اهو كده. هعمل الورق كله بالشكل دوت واكون عامله الخلطه بتاعتي، وهوريكم بسهوله بنعمل الخلطه ازاي. اهو انا جبت البصله وحمرتها وحطيت عليها الطماطم، وبعد ما تخنت اتسبكت كده معايا رحت حاطه الايه التوابل، واكون محضره الخضره بحطها بعد ما بطفي على النار عشان الخضره تحتفظ بخضرها كده ما تسودش. واقوم غاسله الرز واحطه واقلب. بحط ايه بقى توابل؟ بحط كزبره، على الكرنب بالذات بيحتاج الكزبره الناشفه اوكي. واكتر في الكزبره الخضراء مع الكرنب عشان الكزبره الخضراء بتضيع الماده اللي بتعمل انتفاخ شويه، يعني مش بتضيعها خالص لكن بتضيعها شويه. فبحط كزبره ناشفه، فلفل اسود، الشطه اختياري، ملح طبعا، وكمون، وبهارات فراخ او لحمه زي ما انتوا حابين. وبسبكها على النار، وبعد ما بسبكها بطفي واقوم حاطه الخضره وحاطه الرز واقلب واحشي. وايه هخلص الحشو واوريكم انا رصيت الحله ازاي. اهو يا حبايبي بعد ما بحشي المحشي الورق. بصوا الميه، انا بعرفكم منسوب الميه اللي هتحطوه قد ايه. الميه عشان ساقعه انا حطاها ساقعه فبخليها تبقى تحت الراق الاولاني بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ما تغطيش الراق الاولاني، ولكن الميه لو هغليها احطها مغليه هخليها تغطي الراق الاولاني اهو. هتبقى فوق الراق ده كده، فوق الراق ده كده اهو. دي لو الميه مغليه، انا عشان عاملاها ميه ساقعه خالص بالشكل دوت فحطيتها وايه وعلقت عليها. وبعد كده لما تغلي اقوم موطيه وايه استنى لما تتشرب خالص الميه تتشرب، واقوم موطيه عليها على العين الهاديه اللي هي الشمعه، بنقول عليها العين الواطيه دي اللي هي شمعه. وممكن تحطي تحتها شياطه، لو ما عندكيش شياطه خلاص بتوطي قوطعين في البوتاجاز وتغطيها وتسيبيها ايه تستوي بقى وتتفلفل بقى. يبقى مرة تاني هنستنى لما المية دي كلها تغلي وتتشرب وصوت البقبقة دي خلاص ما اسمعهاش في الحلة. وبعد كده انقلها على العين الواطية اللي هي عين الشمعة الواطية. ولو عندي شياطة بحطها، ما عنديش يبقى خلاص بوطي العين قوي وبغطيها وبسيبها. وكل شوية ابص عليها وادوق استوت خلاص خير وبركة، ما استوتش استنى عليها شوية البخار بيسويها اوكي. الميه بقى اهيت اللي هي ميه اللي انا بسقي بيها المحشي عاديه خالص. انا بعملها ساقعه. هتحطي عليها ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، عايزه تحطي بهارات فراخ، بهارات لحمه، اي حاجه. ايه تاني؟ شطه طبعا اختياري، وتحطي بابريكا وشويه زيت في الميه. وبعد كده بس هي دي الايه الميه اللي بسقي بيها المحشي. وبكده ألف هنا والشفا، صحتين وعافية ليكوا كلكوا والكل اللي بيشاهدوني. وياريت نعمل كده لايك وشير
علشان يوصل لكم كل حاجة حلوة أنا بعملها. وسلام.